السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في قناة لمسات نويلا. جيتكم بجولة في محل جانا لبيع لحوم الدواجن. واش نقول لكم البنات؟ لحوم يعني منظمة، منقية، نظيفة، يعني بدون يعني تعب. تديها تروحي ديريكت تنصبي عشاك ولا فطورك. كما راكم تشوفوا معايا هنا هي جولة خفيفة حبيت نعطيكم من خلالها انواع اللحوم دواجن اللي راهو يبيع فيهم تم. كاين كيما هكا، كاين ديكويس تلقيهم نضاف منقيين، مقطعين تاني كل حاجة يعني في بلاصتها. فوالا ميم لي بخي البنات راهم هايلين. عندنا هذه هنا تاني فيلي تاع فخد هادو لي كويس. عجبتني طريقة لومبالاج، طريقة التنظيف، هايلة البنات. أنا كنت مالفة يعني معاكم، مع التعب راكم تعرفوا المرا تخدم برا والداخل، تجي لازمك تزربي توجدي تنظفي تقطعيهم اليوم كلشي يجيك واجد. عنده من كوتي تاع الأعضاء. فوالا هاوليكم الكود كيور تاعهم، تقدروا بيه تدخلوا لاباج تاعهم. هادو راهو عنده وزين في بسكرة سبيسيال، يخدم، يعني هو يدير كل شيء. عنده الآلات متطورة بها ينظفوه يقطعوه يستفوه كل حاجة في بلاصتها. راح نعطيلكم من بعد كلش واش شريت وتشوفوا بالحاجة. عنده حتى اللي راهم كيما راكم تشوفوا هادو في لي ساشي هادو تاني كاين اللي يجيو بالقو تاع القارص الجبلي. هنا كاين مكسيكان، كاين الأصيل. الأصيل هذا جاي ماروكان كيما قال لنا ما شريتش منه. مداويين خاصين يعني عليك غير تحطيه، وانا كنت ديت معايا راح نعطيلكم نعطيلكم تاني واش يعني الانواع اللي ديت. هنا هاو كيما كان ينعت لي في التلفزيون، ينعت لي في الوزين تاعهم كيف يخدموا. شوفوا البنات كل شيء في يعني منظم، كل شيء يعني نظيف، الله يبارك ما شاء الله. انا من الناس اللي ما نحبش يعني كلش نخدمه بيدي، ولكن جربت المره الاولى وديت ولقيتهم ما شاء الله. يبان زدت عاودت وليت له وديت هادو هما يعني اللي كنت شريتهم عليه. اذا هذا هو محل جانا متواجد تحت سوبيرات عالم دار هنا في النوفال. وفينالمون هذه هي المشتريات اللي شريتها من عنده تاع لحوم الدواجن. عجبوني البنات، يعني اكتشفتوا فريمون يعني حاجه راح ينحي علينا التعب. انا كنت كل عام لازمني نشري وقاعده نخمم على التنظيف، نخمم على نخمم يعني الوقت ما كانش سورتو المراه العامله وحتى المراه اللي راهي قاعده في الدار تقدر كيف نقولوها تتفرغ للعباده، تتفرغ لشغلات خلاف. هذه هي. اذا هنا كيما هذا وهاني جبت الموديل هذا اللي واش ندير فيه. هذا لوط دو كويس، هذا اللي يجي الجهه اللي تجي الفوقانيه تاع الكويس. هنا حاط 4 جاو في الميزان. في الميزان هنايا جاوني 400 غرام. بس نشوف تاريخ، هذا تاريخ الانتاج. نو هاو الميزان كيلو و114 غرام. فوالا هذا هاو السعر تاعها جات 37900. ممكن في المحل ما نعطيلكمش الاسعار بيان ولا. عندك هادو تاني، هادو نحبهم هكا ندير بهم دوك كيما هذا فيه 9. هادو لي بيون تاع الفخاد. بون هذه جاتني 72 فيها 9. الله يبارك. هذه جات شويه، هذه جات فيها كيلو 99 غرام. فوالا حتى لومبالاج يعني ما كوش متولهين انه لومبالاج الله يبارك يعني قايمين بكلش. يعني كيف نقولوها حنا متهلين في كلش من ناحيه لومبالاج. حتى الشعار تاعهم دايرينو بيان. وهنا تاني ذاكرين كلش، ما هم مخلين حتى حاجه. كاين تاريخ الانتاج، تاريخ الاستهلاك، ثاني انتهاء الاستهلاك، وعندنا ثاني الميزان والسعر وكل شيء كود بار كل شيء تاعهم يعني خدمه يعني مرتبه الله يبارك. وانا تعجبني الحاجه اللي تعود منظمه.
بون هادو تاني نورمالمون هادو سنقرا راني بلا لونات البنات راني ما نشوفش. فوالا الجنحين هادو تاني جاوني 46900 فيهم كيلو 235 غرام. هنا هادو جبت تاني هم الجنحين تاني، ولكن هادو الكوطي التحتاني والاخرين الكوطي الفوقاني. هادو تاني جاو ب46000 ولكن يوزنوا الميزان تاعهم راهو كيلو 300. وهنا تاني جبت الفخاد، هادو 3 فخاد تاني جاوني 48000 والميزان قريب كيلو و200 غرام. هادو بالنسبه اللي مدايرين لهم لومبالاج هكا وقاسمينهم كل حاجه. نرجعوا دركا لهادو اللي جايين مداويينهم كل حاجه والاخر تاعها. يعني انا على بالكم على واه لحقت هادو ماني لحقت عليهم، لقيت ديجا السلعه تاعهم مشات البنات. بون هنايا هذا عندنا هنايا سكالوب هذا هنايا بال بابريكا. فوالا هذا بالبابريكا هنايا جاني 59000 وفي الميزان 820 غرام. هادو سكالوب عاديين تاني مقصوصين خالصين 44800 والميزان الميزان 700 غرام. هنايا هادو ديكويس تاني هادو تاني هادو شغل تاع صوص بلونش، مداويين صوص بلونش كي ديري كاش حاجه تاع صوص بلونش تحطيهم 38700 فيهم 750 غرام تقريبا. فوالا كل حاجه ندير لحط التصويره تاعها البنات. فيلي صدور الدجاج هنايا كاتبين لك ثاني فيلي وشنو هنايا تتغير يعني لي زيبيس ولا الدوان تاعهم كيما نديرو في الدار. هذه سيترون فوالا هذه مدايرينهم فخاد ومدايرينهم بالسيترون. وكاينه هذه انا نختار ولا شريت غير هادو وشريت وحده من هادو اللي مداويين قلت نسييها جربتها في الدار الله يبارك الدجاج جا طري ما شاء الله. دوك نحط لكم فيديو. بون هنا هذه فيلي صدور الدجاج ثاني راهو ب 40300 جا 560 غرام. هذه مكسيكان. فوالا كاين تاني طعم الاصيل كنتو شفتوه معايا في الفيديو ما جبتوه سقسيتو قلت له اسكو مليح قال لي هذاك ماروكان. ديجا كي قال لي ماروكان قلت له ماكلتنا احسن يعني. فوالا بون هادو هما الدجاج اللي كنت شريته هكا تهنيت مره واحده. مالفا نشري هادو اللي نحطو فيها من البابي سيلوفان هذا ونخدم. راح نحط لكم تما الرابط تاع الفيديو تاع الوزين تاعهم اللي يخدموا فيه في بسكرة. وشوفوه البنات تشوفوا كلش نظيف كلش. يعني انا من الناس تاني اللي معفافين وبصح صدقوني غير راح نجربوا وتقولوا يعني حاجه نظيفه كيما تاع الدار ولا اكثر. بس عندهم لي ماشين تاعهم سبيسيال كلش يتخدم يتخدم يعني نظيف يتقطع ينظفوه من كل شيء. راح تشوفوا معايا الفيديو اللي درتو لصدر الدجاج اللي حطيتهم يطيبوا جا ما شاء الله. شوفوا البنات هنا حبيت نسيي معكم هذه. قلت قبل ما نشري الكونتيتي سييت هذه ساشيت مره واحده. هذه تاع منتجات جانا هذه عباره عن فيلي صدور دجاج. فوالا هذه جاتني 41. بون راح نفتحوها. شوفوا سهله للفتح هذه اول حاجه. بون نعرف حابه نشوفها. هادو طراف فوالا هادو طراف تاع سكالوب. فوالا نحطها ديريكتومون في المقله. فوالا هادو طراف راح نفرغها نقول لكم هنا احسن هكذا نشوف لي مغسول نحط نقليهم.
فوالا هكا خير. باسكو كيما درت الطرف الاولين ما عرفتش كيفاه نحط ليسونسيال هكا كي تفتحوهم الله يبان كيما شت انا راهي كميه وفيره. زيد مع راهي مداويه بالبابريكا روعه البنات. هنايا انا مقله تاعي هنا صغيره باسكو حبيت غير نسيي الساعه لقيتها راهي شوف كيف تفتحوهم معاها. هنا نزيد نحط المغسو الثاني. هذا المغسو الاول اللي كنا قليناه نذوقوه كيف كيف. عطيني موس نتم. عطيني موس هذاك باج. هذا شوفوا يعني هو يبان طري. شوف انه الموس تاعي ماهوش ماضي الا انه طري. هذا بنة ولا اروع. طري واحد الطراوه مش نورمال مع الكو تاع البابريكا عطاه واحد الذوق رائع. النصيحه برك هو ما يجيش مالح. انا ذقته في الاول عرفته بلي موش مالح وهذا اكيد يعني ما يديروش الملح لانه الناس ادواق كاين هاكي شروط. دوك عطينا رايك. ما تهضريش انتي سيلونسيو. خلينا نهضر. بون قلت لكم الملح راني ملحته. واش نقول لكم مذاق ولا نوع. والله يا البنات غير شريوه ما تندموش. حنكمل انا. وهنا راح نخليكم تكملوا تشوفوا المحل مع رابط الفيديو. تشوفوا لوزين بيان كيف راهم يخدموا فيه. خليكم على خير وعافية ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.